تعالى تعالى شوف الصورة دي كويس. الراجل اللي فيها شكله طيب قوي. ايه؟ طلع القاتل؟ طب بص في الصورة التانية كده، بيحبوا بعض قوي. ايه؟ نسيها يوم فرحهم في البنزينة؟ دقق في كل صورة كويس، ممكن يكون في مشهد هو اللي قلب كل الحكاية. ما تتغفلش، كل الحكايات حقيقة. يا مساء الفل على سميعة مونيكروفون، معاكم مونيكا ميشيل وبرنامج ما تتغفلش. هنكون سوا كل يوم خميس الساعة 7:30 بالظبط. استنوني هنا، وفي برنامجنا الجديد كل حلقة هنبص على صورة مختلفة، كل صورة بحكاية حقيقية، وبنفتكر إن بطلها شخص عادي أو اللي بيحصل في الحكاية شيء عادي. بس لو دققنا كويس في الصورة ممكن نلاحظ إن كان في مشهد مقصوص هو اللي قلب كل الحكاية وعمل بلوت تويست. ويلا بينا نشوف صورة النهاردة هتكشف لنا ايه. في جرايم بتفضل مقفولة لسنين كتير، وتيجي حاجة بسيطة جدا زي المناخير، أيوة مناخير، تقلب الدنيا. صورة النهاردة بقى هتاخدنا لأمريكا. فين بالظبط؟ في واشنطن سنة 1986. هتشوف بنت عندها 12 سنة في غابة لوحدها، بس للأسف مش بتلعب، لا دي ميتة. هي ميكيلا ويلتش، طفلة بريئة. في يوم وهي راجعة من المدرسة اتخطفت، وبعد يومين من غيابها لقوا جثتها في غابة اسمها بيوجيت بارك، وكانت متغلفة وملفوفة في بطانية. الشرطة راحت ساعتها وأخدت عينات DNA، لكن للأسف ما وصلوش لأي نتيجة، لأن ساعتها ما كانش فيه وسائل حديثة زي اللي موجودة عندنا دلوقتي. فاللي حصل إنهم دكنوا على القضية واتحطت في ملف اسمه كولد كيس، وهي القضايا المحفوظة اللي ما لقوش ليها أي حل. بس بعد حوالي 32 سنة، يعني سنة 2018، قرر فريق جديد من المحققين إنهم يفتحوا القضية دي من تاني ويشوفوا ايه حكايتها، ويجربوا طريقة جديدة يستفيدوا من DNA. والطريقة دي كانت كلها اونلاين غير زمان طبعا، وهي انهم بيقارنوا بيها بيانات انساب ناس كتير. وهنا وصلوا لشخصية دكتور اطفال، شخصية مش معروفة قوي، اسمه جاري هارتمان. راجل كبير في السن، عنده 66 سنة، وشكله كده طيب وغلبان. راح المحقق مشي ورا الراجل ده في يوم وهو داخل مطعم، وفضل مستنيه لغاية ما قام ومشي. والراجل في الوقت ده نسي منديل كان عطس فيه. واللي حصل إن المحقق أخد المنديل وعمل تحليل DNA وطلع مطابق للعينات اللي كانت موجودة على جثة ميكيلا سنة 86. وفجأة القضية كلها اتقلبت، واتقبض على جاري في ساعتها، واعترف فعلا إن هو اللي خطفها وقتلها، وكان في منتهى التوتر، واتحكم عليه في الآخر بالمؤبد. وهنا اتقفلت واحدة من أقدم وأخطر جرائم القتل والخطف في أمريكا وقتها، بس بعد أكتر من 30 سنة. مش مشكلة، المهم القضية اتحلت. ودلوقتي هنقلب صورة النهاردة، وخلصت حلقتنا للأسف. استنوني هنا كل يوم خميس الساعة 7:30 بالظبط مع صورة بحكاية حقيقية جديدة. بس ركز كويس في برنامج ما تتغفلش. كنت معاكم مونيكا ميشيل على مونيكروفون. ما تتغفلش، ركز علشان ما تتغفلش.